السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ في حاجة غريبة، يعني انت مش عارف ازاي جمهور الزمالك سايب مشاكله والقواضي اللي عليه والإيقافات اللي عليه، وكلهم بيتكلموا في حتة الأهلي هيشارك في دوري الأبطال ازاي؟ يعني اتكلمنا في القصة دي قبل كده، بس أنا بتكلم فيها تاني لأن حاجة غريبة. يا عم انت مالك؟ يا عم احنا هنشارك في دوري الأبطال الأفريقي بناء على إن الكاف عمل تعديل وقال لك في بلاد معينة هيشارك منها 3 فرق. هتلاقي كابتن احمد سليمان طالع يتكلم في القصه، وتلاقي ناس من الاداره غير الكابتن احمد سليمان، وتلاقي ناس من الجمهور بيتكلموا، وناس السوشيال ميديا بتتكلم وصفحات. يا جماعه والله عادي، انتوا ده في مصلحتكم اصلا. انت الموسم الجاي ما تعرفش هتنهي اول ولا تاني ولا تالت. يا زملكاويه عقلوها كده، انتوا المستفيدين والله. انتوا قبل الموسم اللي فات ده ال3 مواسم اللي قبله انتوا طالعين تالت ومشاركين في الكونفدرالية ومش عارفين تاخدوها. يعني شاركتوا فيها ومش عارفين تاخدوها الكونفدرالية. اللي انتوا بتتريقوا علينا وتقول لنا هتلعب البط الكيني والوزد الاثيوبي. مع ماشي، احنا لو لعبنا الكونفدرالية دي المرة الوحيدة اللي خسرنا دوري ابطال او طلعنا من دوري الابطال على الكونفدرالية، خدنا الكونفدرالية. دي المرة الوحيدة اللي شاركنا فيها. واحنا كجمهور اهلي عندنا تصالح يعني مع نفسنا، يعني لو شاركنا فيها هنقول للعيبة وللجهاز الفني وللإدارة عايزين الكونفدرالية. طب فلنفرض رحنا بقى لايه، رحنا لدوري الابطال، برضه هننافس في دوري الابطال. ما عندناش ادنى مشكله خالص. انت كده كده اصلا كزملكاوي مالكش دعوه مين يشارك. انت لو عندك هدف، خلي هدفك ان انت تاخد البطوله، ايا كان بقى في مين في البطوله. لكن ما تجيش بقى تطلع بقى انت وادارتك والدنيا كلها الزملكاويه تقول لك لا اصل ده الاهلي بيتجامل. الاهلي بيتجامل، واتخبى له جواب قبل كده ولعب نهائي في المغرب مع الوداد. الاهلي بيتجامل وبيحصل عليه اصلا حوارات، ويجيبوا له حكام ما يعلم بهم الا ربنا في بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا. الاهلي اللي بيتجامل ده، تمام، واللي انت بتقول الاهلي بيتجامل، مسدد مديوناته كلها للاتحاد المصري وللضرايب وكل حاجه. انت بقى تبص بقى عليك انت بقى، انت لسه لا هنمدلك بس شهر بس عشان الرخصه وبتاع ومش عارف ايه. طب معلش، اصل احنا مثلا هنسكت مثلا، تمام، ونظبط لك الدنيا وكأن مفيش فلوس مثلا، تمام، عليك مثلا لاتحاد الكوره، وبتسجل لعيبتك وبتعمل اللي انت عايز تعمله. ده لو مفيش ايقاف كده او مفيش اي قضايا عليك. انتوا مش عايزين يعني فكروا في مشاكلكم حلوها وسيبوا الاهلي بقى، يعني يشارك ما يشاركش انتوا بقى خلاص بقى. لكن اللي يغيظ الواحد ان الاعلام الزملكاوي بجزء من جمهور الزمالك، تمام، سايب المشاكل وسايب القصه دي وماسك في الاهلي. والله لو ركزتوا مع حواراتكم زي ما بتركزوا مع الاهلي كده هتوصلوا في حته كويسه جدا 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 والله. هتروحوا في حته بعيده حلوه، يعني مش وحشه والله العظيم. بس انتوا سايبين مشاكلكم مركزين الاهلي هيشارك هنا ليه. الاهلي مش عارف بياخد اللعيبه كلها. طب وانتوا لما خدتوا اللعيبه كلها ايام المستشار مرتضى منصور كان كل سنه بيغير 20 لعيب، عملتوا بيهم ايه؟ برضه ولا حاجه. برضه ولا حاجه. لو ما فيش ايقاف قيد مثلا وبتخش تاخد مثلا ايه لعيب من الاهلي مثلا، تقول اللعيب ده انا هاخده. طب خدت اللعيب، خدت اتنين، خدت تلاته، عملت بيهم ايه؟ ولا حاجه برضه. ولا بتعمل حاجه باللعيبه اللي بتاخدها، لان انت مش مركز اصلا مع فرقتك، ومش مركز اصلا مع ناديك، انت مركز مع النادي الاهلي بس. هي دي مشكله الزملكاويه. لما بقابل حد زملكاوي او حد من اصحابي او اي حد يعني زملكاوي، الواحد بيتكلم معاه يكون زملكاوي برضه ايه، عنده تصالح مع نفسه كده، يقول لك لا احنا مشكله الزمالك في ادارتها. انا معلش، انا الفيديو ده بتكلم عن الزمالك لان هم الفتره اللي فاتت، الايام اللي فاتت دي كلها بيتكلموا ازاي الاهلي يشارك في دوري ابطال افريقيا. انا من عادتي ما بتكلمش على الزمالك ولا في اخبار ولا في اي حاجه ولا عايز اتكلم عنهم اصلا. بس المشكله الواحد استفز، يعني ان هو لا ما تقوليش هتشارك ازاي. اشارك زي ما اشارك بقى. انت في البطوله خلاص، خش بقى ايه، خش بصدرك بقى تمام عشان تاخد البطوله. يقابلك الاهلي، يقابلك سان داونز، يقابلك الترجي، يقابلك اللي يقابلك بقى. اللي عايز ياخد البطوله ما يقلقش بقى، ولا من اهلي ولا من غير اهلي. ده اللي بينافس. الاهلي بيعمل كده، الاهلي بيخش البطوله اي حد بيقابله بيبقى عايز يكسبه. لكن ما تجيش بقى تقول لي ما عز الاهلي. يا عم خليك في فرقتك. الزملكاوي اللي فاهم بيقول لك يا معلم المشكله في الاداره عندنا، الاداره ما بتحلش مشاكلنا. دي بيجي مشاكل اكتر وهي موجوده. فحلوا مشاكلكم الاول وطالبوا الاداره ان هي تدفع
الفلوس اللي عليها، طالبوا الإدارة إنها توقف القيد الموجود ده، أو مش هيتوقف، هيفضل لحد السنة الجاية موسم الانتقالات الجاي إن شاء الله، وعليك خير بقى أنت وهو بقى، والدنيا تمشي بقى إزاي. فالأهلي هيشارك إن شاء الله في دوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله هناخده تمام. ونرجع نفكر بعضينا إن إحنا راهنا إن الأهلي إن شاء الله لو شارك هياخد البطولة إن شاء الله، مع المدرب الجديد ومع اللعيبة إن شاء الله اللي موجودة، واللعيبة اللي هتيجي برضه، والأهلي هيدعم بيها الفريق. وأتمنى من الزملكاوية يهتموا بإن هم يزقوا الإدارة بتاعتهم شوية عشان تحل مشاكلهم بس. ما تنسوش يا جماعة اللايك والشير والسبسكرايب، برضه ما تنسوش صلوا على النبي. سلام عليكم.